السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. استدعي رسميا لمنتخب عربي. من هو أفضل لاعب في مدرسة برشلونة الذي أثار الجنون حوله؟ قدمت مدرسة برشلونة مؤخرا العديد من المواهب التي تحمل أصولا عربية، ولكن النجم الذي سنعرفكم عليه الآن يفوق كل من سبقه في موهبته وإمكانياته. معجزة في كرة القدم بكل ما تحمله الكلمة من معاني. لاعب قادم بسرعة الصاروخ، أنفق البارسا على علاجه لمدة عامين فقط لتأمين موهبته وكسب حبه وتعاطفه. فتى عربي تحدى الصعاب والمآسي، ومؤخرا وافق على تمثيل منتخب عربي على حساب منتخب أوروبي كبير، وقد يراه المشجعون يقود هجوم النادي الكتالوني في أقرب فرصة. لن تصدق مهاراته وإمكانياته في مقاطع الفيديو التي ستشاهدها له، وستندهش من قدمه اليسرى ومدى دقتها في هذا العمر الصغير، لدرجة أن مدربيه في لاماسيا اعتبروه الموهبة الأهم في المدرسة الشهيرة منذ تخريج الأسطورة ليونيل ميسي. فمن هو إسماعيل نصراوي زياني؟ وما هو المنتخب العربي الذي أعلن ولاءه له بشكل رسمي؟ اللاعب الأعسر صاحب 14 عاما والذي يطلق عليه لقب إسما، هو أول لاعب منذ حالة ميسي لا ييأس مسؤولو برشلونة من علاجه، والذي استمر لمدة عامين نتيجة إصابتين قويتين، واحدة منها في الرباط الصليبي لركبته. وبعد شهور طويلة من العلاج أثبت زياني لماذا فعل البارسا كل ذلك من أجله. موهبة غير عادية واستثنائية في كل شيء، مهاجم فذ وهداف يلعب في المركز رقم 9، ويتم إعداده من قبل مدرب فريقه في الناشئين ديفيد سانشيز ليكون رأس الحربة القادم في ملعب كامب نو. قصة الفتى العربي مأساوية بعض الشيء، فهو قادم من شوارع ضاحية سانتا سيلوني بكتالونيا، وقد وجد في كرة القدم متنفسا لطفولته الصعبة، فلجأ إليه كمهرب من الفقر والمعاناة، وكان يلعب على الإسفلت وفي أي مساحة ممكنة بالشوارع، إلى أن التقطته العين الخبيرة لأكاديمية لاماسيا وانضم إليها، ولكنه لم يكن محظوظا وتعرض لإصابات قوية في بداية مسيرته، عقبات تهدم مسيرة لاعبين محترفين، إلا أن زياني تغلب عليها واستطاع العودة أقوى من ذي قبل. اسم خطف الأنظار هذا الموسم، ولا سيما بعد هدفيه البديعين في آخر مباراة بدوري مواهب الليغا، ومستواه في تلك المباراة جعل صحيفة سبورت المقربة لبرشلونة تكتب عنه تقريرا وتقول كلمات مديح في حقه لم يكتب مثلها في لاعب قبله. إنه فتى ذكي يعشق كرة القدم، وقصة طفولته كما قصة كل أبطال اللعبة، يمتلك قدرات فائقة، وقدمه اليسرى دقيقة لأبعد الحدود. صاحب الأصول المغربية قهر الصعاب وتألق هذا الموسم ليكون الاسم الأكثر تطورا وانتظارا في لاماسيا. نعم كما سمعتم، إسماعيل نصراوي زياني يحمل الأصول المغربية لأسرته مع جنسيته الإسبانية، حيث ولد وتربى في كتالونيا. وبعد إشارتنا إليه في فيديو سابق، كشفت الجامعة الملكية المغربية عن تواصلها معه من أجل تمثيل منتخب تحت 15 عاما، وجاءت المفاجأة برفض زياني فرصة اللعب لإسبانيا في المستقبل حين رحب بتمثيل أشبال الأطلس، وأعاد نشر صورة الاستدعاء عبر حسابه الشخصي كاتبا كلمة حملت رسالة واضحة وصريحة